أهلاً يا أبطال وندر لاب. النهاردة أول يوم رمضان وجسمنا بيبدأ أكبر حملة صيانة سنوية. مستعدين تعرفوا جسمنا بيقول لنا إيه وإحنا صايمين؟ صيانة إيه بس يا دكتورة؟ أنا أكلت ولا 10 سندوتشات فول في السحور عشان أضمن إن الهيكل العظمي ده ما يفكش من الجوع قبل الظهر. يا عيني عليك يا سكيلتون، انت فاكرني مخزن؟ انا بالكتير على 10 الصبح بكون فضيت اكل السحور كله في الامعاء، ولما الامعاء تخلص عمليه الامتصاص ببعت لها اشارات بدء التنظيف عشان تتخلص من بقايا الاكل والبكتيريا والمخاط اللي متراكم من وجبات طول السنه. أنا جريلين هرمون الجوع، وظيفتي أرخم عليكم. دلوقتي الساعة 2 الظهر ميعاد الغدا، يلا فكر في المحشي اللي بيتجهز للفطار. ما تسمعوش كلام الجريلين ده، هو مجرد منبه بيشتغل في مواعيد أكلك القديمة. طنشوه 10 دقايق وهتلاقوه اختفى وراح ينام. برافو يا ليلي، أنا دلوقتي بدأت أنكمش شوية في الحجم، وده بيخليني أرتاح وأوفر طاقة للمخ عشان يركز في المذاكرة والعبادة. بس أنا سامع صوت عصافير في بطني بيغنوا، هو كده العصافير صايمة معانا ولا ده الجوع القاتل؟ ده صوت حركة الأمعاء وهي بتطرد السموم. دلوقتي كمان جسمك بياكل الخلايا القديمة والضعيفة عشان يبني مكانها خلايا جديدة وقوية. طيب جربوا بقى تشموا ريحه اكل الجيران دلوقتي. الله على ريحه الملوخيه يا سكيلتون، يا سلام. خليك قوي يا سكيلتون، انا محتاجه الراحه دي بجد. كل ما تصبر كل ما الدم والكبد هينضفوا ونخلي صحتنا حديد قبل العيد. خلاص يا هرمون يا مزعج، أنا قررت أصبر. روح العب بعيد، أنا هروح أقرأ في المصحف أو أنام شوية لغاية ما المغرب يأذن. خد بس تعال أما أقولك. الخلاصة يا أصحابنا، أول يوم رمضان هو يوم الترويض. إحنا اللي بنتحكم في الجوع مش الجوع اللي بيتحكم فينا. أنا السمبوسة المقرمشة مستنياكم على الفطار، بس مش هظهر دلوقتي عشان دكتورة ليلي ما تزعلش. صيام مقبول يا أبطال.